صرخات الناس لا تتوقف، الواحد بيفتح الواتساب يكاد يسمع الصراخ من غير ما يفتح الرسائل، بعد ما المجرم افرغ جيوب وبيوت المصريين، بل افرغ بطونهم، والناس خلاص جابت اخرها. واتذكر انها خلصت ب 11 او 12 او 13، الفاتحه اتقرت والشعب هيخرج والسيسي هيداس بالجزم، وارمي الكلام ده لكني اسجله للتاريخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والله يا معتز يا مطر، انت هتموت محروق. والله ده مصر حرقاكوا على الاخر، مش عارفة اقول لكم ايه من ساعة مؤتمر المناخ، وانتوا بجد خلاص يعني جبتوا اخركم. فعلا يا معتز يا مطر، احنا قرينا الفاتحة، الشعب المصري قرا الفاتحة، بس عليكم انتم، لان انتم فعلا ناس او عالم، مش عارفة اقول او اسميكم ايه، انتوا عالم واطية، عالم خاينة. انتوا ناس. طب ما تنزل يا معتز يا مطر هنا، طالما انت يعني مصر حرقاك قوي كده، او الشعب المصري قلبك عليه قوي كده. طب ما تنزل هنا وتعمل الثورة انت. انزل يا معتز يا مطر، انت ومحمد ناصر ومحمد علي وكل الناس اللي شبهك، وامسكوا بقى كده الاعلام المصرية، وقفوا في ميدان التحرير وحرروا مصر والشعب المصري، يا اللي عامل فيها راجل. بس ايه المقدمة الجامدة اللي انت بتقولها دي، ان مصر فيها زي مجاعة، والناس يعني بتصرخ لك على الواتس؟ طب ليه مش على الفيس؟ طب ما تشوفي الناس اللي على الفيس وعلى التيك توك وعلى حاجات كتيرة قوي وعلى مواقع كتيرة قوي، هي بتقول تحيا مصر وتحيا الجيش المصري وتحيا عبد الفتاح السيسي، ولا دول حارقينك قوي؟ طب تعالى بقى انا اسمعك الرسائل اللي عندي من جميع العالم، وهم بيشكروا في الجيش المصري ورئيس عبد الفتاح السيسي، يتمنوا رئيس زيه. تعالى بقى اسمع الرسائل عندي، والشعوب اللي وقعت وهي بتناشدنا وبتقول اوعى حد ينزل ولا يعمل ثورة، لان اي بلد بيبقى على ارضها ثورة عمرها ما هتقوم ليها امة تاني، ولا هيعرفوا يجيبوا جيش تاني ولا رئيس تاني، وهتبقى بلد متدمرة نفسيا وماديا ومعنويا وكل حاجة. فخليك في حالك يا معتز يا مطر. ثانيا، على ارض مصر مؤتمر المناخ، يعني انتوا كمان مدخلين سناء عبد الفتاح من ضمن مؤتمر المناخ عشان تعملوا يعني زي شوشرة كده في مؤتمر المناخ. يعني لو كان علاء عبد الفتاح مثلا شجرة او نخلة او اي حاجة كان ماشي، ممكن نتكلم عليه، بس وقصته ايه علاء عبد الفتاح عشان نتكلم عليه في مؤتمر المناخ؟ هو مؤتمر مناخ ولا مؤتمر نتكلم على علاء عبد الفتاح؟ عاوزة اقول لك مؤتمر المناخ والنجاح اللي عدى فيه حرقكم بجد، انتوا اتحرقتوا. يعني كمان يوم 11/11 بقى انتوا عايزين تنزلوا تعملوا ثورجة وبلطجة والكلام ده، بس ان شاء الله هتاخدوا بالجزم. لو حد نزل الشارع علشان يقل ادبه او علشان يقل بمصر، هياخد بالجزمة ان شاء الله على دماغه. نفسي اعرف كل واحد هرب برا البلد دي لظروف خاصة بقى، سواء ضرايب، سواء بفضيحة، سواء بأي حاجة، بيطلع بقى يشتم في مصر والجيش المصري ومش عارفة ايه في مصر وايه في مصر. فيعني اهدوا كده شوية على مصر يا جماعة، مصر اكبر من كده بكتير قوي. سواء بقى في كل حاجة حرقاكوا هنا في مصر، برضو مصر كويس. واهدى كده شوية يا معتز يا مطر، انت ومحمد ناصر وعلي المهدي وبهجت صابر ومين تاني، ناس كتيرة قوي، كلكوا زي بعض، يعني كلكوا فصيلة واحدة، يعني كلكم بجد فصيلة واحدة، والله غالب على أمره. والله يعني كلكم معروفين، وكلكم يعني متعلم عليكم في مصر. فيعني اهدوا كده شوية على مصر، بلاش الغل ده والسواد ده من قلب مصر. يعني انتوا كده مغلولين كده، خليكوا كده محروقين. وان شاء الله يا جماعة بإذن الله مؤتمر المناخ يعدي، وبإذن الله الرئيس عبد الفتاح السيسي يشرفنا قدام رؤساء العالم كلهم، وان شاء الله مصر هتبقى خضرة. طبعا هي مش عاجبة الاخوان تبقى خضرة، هم عايزينها خرابة، بس باذن الله هتبقى خضرة علينا كلنا باذن الله. تعالوا بقى يا جماعة نسمع معتز مطر بيقول ايه على مصر. وطبعا يعني كل واحد بقى يجهز منديل كده عشان يمسح دموعه من كلام معتز مطر، لان بجد وجع قلوبنا قوي. بوجه مناشده لكل الاشقاء وكل الناس اللي بيشوفونا في كل انحاء العالم، ادعوا لمصر حقيقه، ادعوا للغلابه، ادعوا للغلابه. هذه البلاد تمر بفتره غير مسبوقه تكلبت عليها كل الجرائم. بالله عليكم ما تنسوا المصريين من دعائكم، فهم يستحقون الدعاء. هتقول لي اذنبوا هم شركاء، يستحقوا الدعاء،
احنا شعب يستحق الشفقة، والله شعب يستحق الشفقة. الانهيار ضرب بطون الغلابة والجبان خايف من الشعب. مشكلة انه الدولار اتحرر ومفيش دولار، مفيش دولار. يعني النهارده انت وقال لك هيلغي الاعتمادات المستنديه شيئا فشيئا عشان تتقفل خالص. عارف حضرتك الجمله دي يعني ايه؟ عارف يعني ايه؟ يعني كل واحد كان حاله واقف بقاله الشهور اللي فاتت نتيجه انه السوق اللي بايظ والناس مش عارفه تعمل ايه وتقفيل كل محابس الدولار، فيحاول دلوقتي يعدل تجارته، اللي بيستورد حاجه واللي بيعمل حاجه واللي بيجيب من هنا صواميل واللي بيجيب من هنا اكياس. انت عارف يعني عشان الدنيا تمشي ما بقاش مش هيبقى في اعتمادات مستنديه، هيخلي شركه او مؤسسه تابعه للجيش يبقى كل حاجه من خلالها. يعني انت تروح تستورد مش هيعمل لك اعتماد مستندي. السوق السوداء هتبقى بشعه، والمشكله ان السوق والارض يعني مشققه، ما فيهاش دولار، ما فيهاش دولار. مليون خرم النهارده في ملحمه القروض التي لا مناص منها، لا فكاك، بياخد قرض وهذا القرض هيتسدد بفوائد كبيره. قال لك بعد سرقات الناس لا تتوقف، الواحد بيفتح الواتساب يكاد يسمع الصراخ من غير ما يفتح الرسائل، بعد ما المجرم افرغ جيوب وبيوت المصريين، بل افرغ بطونهم، والناس خلاص جابت اخرها. واتذكر انها خلصت ب 11 او 12 او 13، الفاتحه اتقرت والشعب هيخرج والسيسي هيداس بالجزم وارمي الكلام ده، لكني اسجله للتاريخ. وحضرتك وحضرتك وحضراتكم جميعا عارفين مين السبب في اللي احنا فيه. الناس ما بقتش لاقيه اللضه فعليا، ولسه المجرم من يومين كان بيقول لك ان اسعار البنزين والسولار هتفضل ثابته لحد شهر ديسمبر. بالمناسبه فاكرين لما دول كتيره بقت خلاص ما بقاش مطلوب منك تجيب ورقه، اللي عوم الجنيه فغرق واحد عمل عزا الجنيه بهذا الشكل، اهي لحظه ابتسامه في ظل ليله كلها الم. كان بيعوم غطس غطسه ما قبش تاني. بس استاذ يوسف بيقول لك الجنيه هيرتفع قدام الدولار والدولار هينزل تاني. صدق استاذ يوسف وصدق العصابه. ليه تصدقهم؟ راجع تاريخهم هتلاقيهم ناس صادقين. شوف انت كل واحد لما بتوزن اي حد بتقابله، اي حد بتشتغل معاه، اي حد معاك في الشغل، اي حد معاك في العماره، لما بتوزن كلامه بتحسب كده بسرعه كم مره قال لك الصدق وكم مره قال لك الكذب. لكن انا فاهم يوسف الحسيني. يوسف غرقت معاه كل المراكب واصبح ما يسواش الكرسي اللي هم بيقعدوه عليه، فهيعمل اي حاجه. لكن بقول ليوسف انه قد تكتب النجاه او الهروب لاشخاص معينين، لكن المركب اللي هتهرب او ترى اللي تهرب مش هتشيل كل الناس يا يوسف. انكم تقفوا في مواجهه الشعب اقرب مما تتخيل، اقرب، والشعب جاب اخره. واذا لم يؤخذ هذا الرجل بغته الثمن هيكون كبير بشكل لا يمكن تتخيله. مشهد طبيعي للاسف، بقى مشهد طبيعي. بشكر كل اللي تفاعل الحقيقه، محمود، ريحانه، كله كاتب، شاهين، والله العظيم خلصت. ما هو ما فيش حاجه بعد الجوع والافلاس. اوعى تفتكر ان في خلاص خلصت. الناس اللي بتصوت والشعب اللي مش لاقي ده، في جزء كبير منه حقيقه كان عارف الحقيقه بس مطنش ومكمل، بس ما بقاش عارف يكمل، ما بقاش عارف يطاطي راسه ويكمل، ما بقاش عارف يطبل، ما بقاش عارف يغني، ما بقاش عارف يقول تسلم الايات. فاكر تسلم الايادي؟ على دوران الزمن، على دوران الزمن. عصابه مجرمه قايمه على الارهاب وترهيب الناس وسرقتهم وتكسير بيوتهم واعتقالهم. دي لك تروح تجدد الباسبور يقول لك هات ورقه اللقاح، روح طلعها. اي حاجه تجيب فلوس. بقول لك عصابه ما بتنامش، قاعده في المغاره ازاي تحلب. المشكله ما بقاش في مكان يتحلب. بلقي نظره كده على البث في الفيس وبتاع، الناس بتقول لي اللي بيقولوا على الصوت انه مش مظبوط دول لجان. بعت لي يعني ان هم فردين ثلاثه، ده لجان. قول لي الصوت كويس ولا ضعيف بعيدا عن اللجان. فهموني بالله عليكم الصوت ضعيف ولا لا. المهم في واحد بقى والناس بتقول له اطلع بره، بيقول لك انت مستأجر الاشكال دي يا معتز، انت معتاد على هذا الاسلوب. يا ابني خلصت، ما بقاش حد محتاج يستأجر. ناهيك ان ده بفضل الله عمره ما كان اسلوبنا. البلطجه، تثبيت الناس في الشوارع، وتفتيش موبايلاتهم، وكل 5 متر لجنه. العصابه مرعوبه، العصابه مرعوبه. بقت اللقاح بتاع كورونا كل الدول وانت مسافر تجيب ورقه بتاعت لقاح كورونا، ولا انت داخل بلد. ما بقتش الحكايه دي، بقى لها يعني من بعد الحرب الاوكرانيه تقريبا بشهر والحكايه دي وقفت، تقدر تسافر بدونها.
في مصر بقى يعملوا ايه العصابه؟ بقول لك افلاس. الورقه ما بقتش موجوده. الاجرام والسرقه وصلهم لفكره ان اللي يروح يطلع جواز سفر، يطلع باسبور، لازم يجيب ورقه لقاح. الدنيا كلها. مصر حقيقه اللي يعني تعاملت مع الكورونا بمنتهى الاحتقار، عشان احنا جامدين قوي. القصه دي بجد وحصلت مع ناس.